الاهلي بتقول لي وانت كنت في زياره قصيره للرياض لمست شرايين الاهلي ممتده. الحقيقه يعني انا كنت في عمل يعني خاص. استأذنت ان انا اطلع 3 ايام بالظبط. وفوجئت في معرض معين بالرابطه مشجعي النادي الاهلي بتخش عليها في المعرض. وطبعا الرابطه دي هي حديثه التكوين. رابطه الاهلاويه في السعوديه. في الرياض. في الرياض. رابطه اتشكلت السنه اللي فاتت. ولكن سايبه بصمه عميقه جدا. يعني في كأس العالم لكرة اليد واسأل بقى المهندس سراج لأنهم أشادوا كثيرا به وعن تلاحموا معهم وتسهيل الكثير من الأمور لزيادة وتفعيل حضور مكثف لجماهير الأهلي اللي ما كانوش حصة في التذاكر. ولكن إزاء هذا الاهتمام وهذا الإقبال وهذا التدخل والضغط اللي حصل جماهيريا بمساعدة رئيس بعثة الأهلي لكرة اليد اتحددت حصص مهمة وتجاوزوها كمان. يعني خدوا حصص إضافية لما لقوا إن الأهلي بعد ماتش الأهلي وبنفيكا اللي كسبوا النادي الأهلي يعني هيبقى من عناصر نجاح البطولة مؤكد يعني. ف الكلام ده يعني يسعدني لأن الحاجة لما بتتولد صح بتبقى صح. لما تتولد مؤثرة وصاحبة بصمة أدى هذا النجاح وهو إفراز لنجاح بطولة كرة السلة اللي في الكويت جماهيرية. وقالوا لي إن هم سافروا بكثافة عشان يعملوا أول فكر لاندماج مشجعي الأهلي في الخليج اللي يسهل انتقالاتهم عشان ورا الأهلي في كل مكان. وانت واقف يعني قالوا لي احنا عايزينك تيجي تحضر معانا ونحتفل. مشكورين كرموني ولقيتهم جايبين لي درع بصورتي بسرعه عمل. يعني انا مثلا وصلت تاني يوم صورتي ونسر النادي الاهلي وسلموه لي وقالوا لي لا عايزين بقيت الرابطه عايزين نلتقي بيك. بعد ما خلصت رحت معاهم ويعني عزموني على عشاء فاخر جدا. بس انا كنت متعشي والله ما قدرتش. بس كان لازم ان انا يعني احضر تشاركهم. لا اشاركهم والتقطنا الصور. انا طلبت منهم يبعتوا لي الصور اذا كانوا بعتوها برضو يمكن نحييهم ونسلم عليهم على الهوا. نماذج مشرفه جدا. وده يا استاذ ابراهيم لان فتحوا معايا مواضيع بقى كيف يستفيد الاهلي من جماهيريته. أيوة. وصلنا الى افكار محدده انا شخصيا هتبناها بشرط ان هم يطرحوها بشكل يعني يوثقوه ويبعتوا لي ونبتدي نشوف كيف يستفيد الاهلي من هذه الجماهيريه الكاسحه العريضه في كل مكان وخصوصا الخليج. الناس متحمسه والناس على تواصل. يعني اللي هيحصل هنا هيبقى تقدر تكرره في كل مكان. دبي انت شفت وانت كنت معانا دبي والدوحه الحقيقه. بس احنا في الدوحه كنا في فقاعه ما قدرناش. انما في دبي وفي العين وفي في ابو ظبي لا الناس متفاعله جدا ومستنيه وعجمان ويعني عايزين نتبنى هذا الفكر. لذلك انت يعني لما لقيتك حاطط مقال اوحيت لي بان انا ابتدي رغم ان كاس العالم تفعيل شرايين الاهلي في والاستفاده من هذه الشرايين في ضخ دماء وتبعث على حيويه العلاقه بالاهلي وجماهيره والاستفاده المتبادله. خاصه ان ده شغل تسويقي بحت يعني كمان ده استثمار في الاصول. هنرجع تاني نقول ان قيمتك التسويقيه مرتبطه بعدد جماهيرك وشغفهم وارتباطهم بالرعاه اللي بيجوا لك. واحنا لما بنقول لجماهير الاهلي نساعد الاهلي ازاي بانكم تساعدوا الرعاه بتوعه. تجروا وتلهسوا على المنتج بتاع الرعاه عشان الراعي اللي يجي. لان كل راعي بيجي يخش بعد ما بيسيبه يقول يا ريتني كملت.
لكن السباق يبقى سباق في صالح النادي الاهلي وفي صالح الرعاة. فارجو من جماهيرنا في كل مكان الاقبال على رعاة النادي الاهلي. لدرجه البنك الراعي لقيت واحد بنك ابو ظبي يوم الاربعاء اللي جاي مؤتمر تقديم، المؤتمر الصحفي لتقديم الراعي الثاني البنك الرئيسي او البنك الراعي للنادي الاهلي، بنك ابو ظبي. واحد من قيادات هذا البنك في الرياض في الرابطه وعنصر فاعل داخل باثنين، كان فرحان جدا لما يعني يا رب كده. وهو ده الناس اللي بتتكلم هو ليه الاهلي بياخد ارقام، لان الباقه بتاعته عماله تتمدد ملهاش سقف. يعني مش الحقوق دي وخلصنا. والاهلي الحقيقه يجيد يعني زياده ما يمكن ان الباقه وما يمكن ان يعطي له الرعاه. وحاجه تطمئنك لمستقبل الاستفاده من شعبيه الاهلي وتعظيم قيمه التسويقيه انترناشونال، يعني ناشونال وانترناشونال.